احنا متربيين على ان الكلام عن المناطق الحساسة عيب، مع ان دي منطقة طبيعية جدا في جسم كل بنت، واهتمامك بيها مش رفاهية ولا كسوف، ده جزء من نظافتك الشخصية وصحتك. لو انتي بتدوري على طريقة تفتحي بيها المنطقة دي، فلازم تعرفي الأول ان في معلومات غلط منتشرة جدا، وفي حاجات ممكن تضر بشرتك بدل ما تفيدها. في الفيديو ده هقولك ايه اللي فعلا ممكن يساعد وايه اللي لازم تبعدي عنه، وازاي تهتمي بالمنطقة الحساسة بطريقة آمنة وصحية. وأول حاجة لازم تعرفيها إن مفيش بنت جسمها كله لون واحد، وده طبيعي جدا. منطقة البيكيني وتحت الإبط والركب والأكواع غالبا بيكونوا أغمق شوية من باقي الجسم، لأن دي أماكن فيها احتكاك وحركة أكتر. فما تقارنيش نفسك بأي صورة متعدلة أو إعلان يقولك إن لازم كل جسمك يبقى نفس اللون. أول منطقة هنتكلم عنها هي منطقة البيكيني، ودي أكتر منطقة البنات بتتكسف تتكلم عنها، مع إنها مشكلة شائعة جدا. وأول غلطة بشوفها كل يوم إن أول ما البنت تلاحظ إن المنطقة غمقت تروح تدور على أسرع وصف، ليمون أو معجون أسنان أو أي خلطة مكتوب عليها تفتيح مضمون. لكن الحقيقة إن المنطقة دي جلدها حساس جدا، وأي حاجة قوية ممكن تعمل تهيج، والتهيج مع الوقت ممكن يخلي اللون أغمق أكتر. إيه الأسباب اللي بتخلي المنطقة دي تسمر؟ أول سبب هو الاحتكاك. لو الفخدين بيلمسوا بعض أثناء المشي، أو انتي بتلبسي هدوم ضيقة أغلب الوقت، فالجلد بيتعرض للاحتكاك باستمرار، وده ممكن يخلي اللون يغمق مع الوقت. كمان إزالة الشعر ليها دور، سواء بالموس أو بالسويد أو أي طريقة تانية. لو الجلد بيتهيج كل شوية أو بيطلع شعر تحت الجلد، ده ممكن يخلي شكل المنطقة أغمق. وفي سبب ناس كتيرة ما بتاخدش بالها منه، وهو الرطوبة. لما المنطقة دي بتفضل مبلولة بعد الشاور أو بعد العرق، الجلد بيتهيج. علشان كده من العادات البسيطة اللي بتفرق جدا إنك بعد الاستحمام تنشفي المنطقة الخارجية بالطبطبة، فوطة قطنية ناعمة من غير فرك. وبعد كده هنيجي الخطوة ناس كتيرة جدا بتنسى تعملها، وهي الترطيب. الترطيب مش بس للوش أو الإيدين، المنطقة دي كمان محتاجة ترطيب، لأن الجفاف بيخلي الجلد شكله خشن، وأحيانا بيخلي اللون يبان أغمق. بالنسبة لخطوة الترطيب هيكون إزاي؟ بعد ما تنشفي المنطقة كويس، تحطي كمية صغيرة من جل الألوفيرا أو مرطب خفيف خالي من العطور، هيكون على المنطقة الخارجية فقط من الجلد، وتدلكيه بالراحة لحد ما يمتص الجلد. الخطوة دي مرة واحدة بالليل كفاية جدا. بالنسبة للتقشير، في بنات كتيرة جدا فاكرة إن كل ما نفرك أكتر المنطقة هتفتح أسرع، لكن الحقيقة إن الفرك العنيف ممكن يهيج الجلد ويجيب نتيجة عكسية. لو حابة تعملي تقشير طبيعي ولطيف، الطريقة هي تجيبي معلقة شوفان مطحون مع معلقة زبادي سادة، حطي الخليط ده على المنطقة الخارجية من 5 ل10 دقايق، وبعدها تدلكي برفق لمدة دقيقة واحدة بس، واشطفيه بمية فترة، وبعدها حطي المرطب مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين بالكتير جدا. وأهم حاجة ما تنسيش، النتيجة مش من أول أسبوع، الجلد بيحتاج وقت عشان يتجدد، والاستمرار هو اللي بيعمل الفرق الحقيقي. نروح بقى لتحت الإبط. تحت الإبط من أكتر المناطق اللي بتسمر، وأوقات كتيرة جدا السبب بيكون مننا من غير ما ناخد بالنا. أول سبب هو الحلاقة، خصوصا لو بتستخدمي شفرة قديمة أو بتحلقي على الجلد وهو ناشف، لأن ده بيهيج الجلد. علشان كده قبل الحلاقة حطي جل حلاقة أو حتى بلسم شعر، وبعدها استخدمي شفرة جديدة، ولما تخلصي اغسلي المنطقة بمية فترة، وحطي مرطب خفيف أو جل ألوفيرا. وكمان مزيل العرق بيفرق، لو كل مرة بتحطي مزيل وتحسي بحرقان أو حكة، يبقى غالبا مش مناسب ليكي، والأفضل تختاري نوع لطيف وخالي من الكحول ولو بشرتك حساسة. بالنسبة للتقشير، مرة في الأسبوع كفاية. ممكن تعملي نفس المقشر بتاع الشوفان والزبادي، أو حتى تستخدمي ليفة ناعمة جدا بحركات خفيفة من غير دعك.
وبرضو حاولي تلبسي هدوم قطنية كده ناعمة خصوصا في الصيف، لأن العرق والاحتكاك المستمر بيزود الإسمرار. نيجي بقى للركب والأكواع. المنطقتين دول غالبا سبب اسمرارهم هو الجفاف والاحتكاك. يعني لو بتقعدي على ركبتك كتير أو بتسندي على كوعك طول الوقت، طبيعي اللون يغمق مع الوقت. الحل هنا بسيط جدا بس محتاج استمرارية. بعد كل شاور حطي كريم مرطب على الركب والأكواع، ولو عندك جل ألوفيرا اللي هو جل الصبار تقدري تستخدميه وبعده تحطي المرطب، يكون مرة أو مرتين في الأسبوع. لازم تعملي تقشير بنفس وصفة الشوفان والزبادي، حطيها 5 دقايق وبعدين دلكي بالراحة كده واشطفيها، وبعدها رطبي على طول. وأهم حاجة بلاش الفرك العنيف أو إنك تعملي كل يوم، لأن ده ممكن يخلي الجلد يدافع عن نفسه ويغمق أكتر بدل ما يفتح. وفي الآخر افتكري إن مفيش كريم ولا وصفة هتفتح أي منطقة في يومين أو أسبوع. أي نتيجة حقيقية محتاجة صبر واستمرار. لو الإسمرار شديد جدا أو ظهر فجأة أو معاه حكة أو ألم، يبقى الأفضل تراجعي دكتور جلدية علشان تتأكدي إن مفيش سبب صحي محتاج علاج. ولو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبولي تحت في التعليقات ايه اكتر موضوع تحبوا اتكلم عنه في الفيديو الجاي.